هاعمل معاكم النهارده حمص الشام بطريقة سهلة وبسيطة، أي حد فينا يقدر يعملها في البيت من غير أي تعب أو مجهود، ويلا بينا نبدأ بالطريقة على طول. معانا نص كيلو من الحمص، طبعًا غاسلينه كويس ونقعينه في مَيّة لمدة 6 ساعات، بس أهم حاجة كل ساعتين نغير عليه المَيّة، وده شكله بسم الله ما شاء الله بعد 6 ساعات طبعًا بيتضاعف حجمه. وبعد كده هنجيب حلة وهانزل فيها بالحمص، وهانزل بالمَيّة المغلية عليها وهنغطيها وهنحطها على النار لغاية لما تغلي معانا. وطبعًا بعد ما الحمص بيغلي كده بينزل ريم أبيض، هنشيل الحمص كده من الحلة طبعًا علشان عايزين نحس كده بطعم الحمص. طبعًا هنشيله وهنحطه في بولة كده، وهنرمي المَيّة دي وهنغسل الحلة وهنحط فيها مَيّة تاني، وهنحطها على النار لغاية لما تغلي تاني. طبعًا الطريقة دي كده عشان تحسي بطعم الحمص وجماله. بعد ما المَيّة تغلي هانزل بالحمص وهنسيبه على النار لغاية لما يغلي معانا ويبقى بالشكل ده كده. وبعد كده هنضيف عليه عصير الطماطم، طبعًا الطماطم دي ضاربينها في الخلاط ومصفيينها. وبعد كده هنضيف عليها نص كده من معلقة من التوم المفروم، وهنقلبه كويس وهنسيب بقى الحمص لغاية لما يستوي معانا تمامًا. وبعد ما يستوي هنضيف عليه الملح المظبوط بتاعه، وبكده الحمص بقى جاهز معانا. وتعالوا بينا بقى نعمل الكمون والشطة بتاعته الرهيبة. تعالوا بقى نعمل أول حاجة الكمون. في كوباية عندك أو أي حاجة هنضيف كده شوية من مية الحمص ومعلقة من الكمون وهنقلبهم كويس، وكده بقى الكمون جاهز معانا. تعالوا بقى بينا نعمل الشطة. طبعًا في أي حاجة برضه كوباية أو طبق أو أي حاجة عندك هنضيف كده شوية من مية الحمص ومعلقة كبيرة كده من الشطة، وبكده الكمون والشطة بقوا جاهزين معانا. تعالوا بقى بينا نقدم الحمص كده مع بعض. هنجيب كوباية وهننزل فيها بالحمص بالشكل ده كده، وبعد كده هنزل بشوية من الكمون وشوية من الشطة وعصرة كده نص ليمونة وهنقلبه كده كويس. وبكده بقى معانا احلى كوباية حمص شام، وبألف هنا ليكوا. طبعا لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة، وطبعا لو حابين نجرب اي طريقة مع بعض اكتبولي في التعليقات. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يملى بيوتنا كلها خير.